السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ احنا جايين النهارده نعرفكم ازاي تعرفوا تشتروا طقم حلل جرانيت او تيتانيوم او تيفال او اي ماركة تقدروا تشوفوا الصح ايه والغلط ايه، هنعرف نجيب ايه او ما نجيبش ايه. ايه الحاجات المفيدة لينا وايه الحاجات المضرة لينا، مضرة صحيا ومضرة طبعا اقتصاديا. هنقول بسم الله. اولا احنا هنقول عن مضر اقتصادي، حاجة زي كده. ده اسمه جرانيت، المنظر ده بالشكل ده، التشطيبات دي. احنا طبعا مش هينفع نقول ماركات ومش هينفع نقول اي حاجه زي كده. ده فيه نسبه رصاص عاليه، ده ما ينفعش ان انا اشتريه حتى لو هاخده هديه. ده زي اللي بنشوفه عروض طقم حلل ب 1000 جنيه، طقم حلل ب 1200، واللي احنا بنشوفه المهرجانات دي كلها. احنا لو شفنا الحقيقه خامه زي كده احنا ما ينفعش نشتري. لا ولا خامه ولا تقفيل ولا اي حاجه للاسف. طب احنا بقى هنشتري ايه؟ احنا هنقول بسم الله. اول حاجه ده طقم حلل جرانيت، عباره عن يد منفصله، حلل جرانيت يد منفصله. هل دي مضره لينا؟ لا. الاول زمان كان يقول لك الايد بتتحرق. طب انا دي ما بتتحرقش ليه؟ انا عندي هنا حامل ستانلس، ده اسمه عازل. الجزء ده عازل ما بين اليد وما بين الحله. تمام؟ زي ما حضراتكم شايفين، ده حاجه محترمه جدا. انا مش بقول مصري او بقول مستورد، انا بقول الخامه والماتيريال هي اللي بتحكم علينا. طبعا الخامه الناعمه زي ما حضراتكم فاهمين وعارفين دي بتفرق معانا كتير. دي اهم حاجه عندنا. نفس اهم حاجه اشوف كام طبقه، اشوف مين المستورد اللي استورده. حد قال لي ده مستورد، ده مستورد. هو مين اللي مستورده؟ انا لازم الاقي على الكرتونه اسم المستورد، رقم تليفونه، استورده من مصنع ايه، كل البيانات زي بيانات الشخصيه بتاعت بطاقتنا كده موجوده عليها الهويه بتاعتنا. كل طقم او اي حاجه مستورده لازم نعرف هو مين اللي جايبه. كلام كتير طبعا احنا فاهمين، عارفين ان الغش كتير والمشاكل كتير. دي يد منفصله انا ما عنديش مشكله فيها. هتقول لي هتتحرق، اقول لك مش هتتحرق. ميزتها ايه؟ اللي هي مش هتسخن، مش محتاج مساكه ان انا امسكها بيها. طب نجيب بقى المقابل ليها. طبعا دي غطا جرانيت، مش فارق معايا غطا جرانيت او غطا ستانلس، بس يهمني الجوده. يهمني جوده الغطا نفسه، يهمني الحاجه فعلا تكون جودتها عاليه. هنجيب حاجه زي كده. احنا دلوقتي ده سيراميك تركي مستورد او سيام او مصري. انا واحد من الناس في المجال بقالي من سنه 95، يعني 30 سنه، بقول بعد اذنكم ما تشتروش السيراميك. طب انت جايبه ليه؟ انا جايبه عشان اخلي العميل يقارن ما بين السيراميك وما بين الجرانيت. النهارده هتدفع سيان 2000 3 4 هنا، هو المبلغ اللي هتدفعه هنا، بس في فرق. اللي دوت مش هيعيش معاك، ده مشكلته بيقشر وبيبقع. طب الجرانيت لو جوده كويسه، خامه كويسه وحاجه مضمونه من مكان مضمون، ما بخافش منه، اضمنه لك 10 سنين، مش هقول لك سنه وسنتين. طيب احنا النهارده برضك عندنا حاجه زي كده. ده طقم حلل جرانيت. طبعا دي الشوايه الجريل بتاعته، ودي الحله بتاعته. تمام؟ دي حله عامله ايه؟ نفس القصه. دي يدها منفصله بحته ستانلس، دي يدها منفصله بجزء من نفس الجرانيت. يعني هي اليد برضو نفس الميزه، مش هتتحرق وما فيهاش اي مشكله معانا. انصحك بيه؟ انصحك بيه. اشتريه؟ اشتريه وعلى ضمانتي. طبعا مش هنتكلم على ماركات، بس فعلا حاجه محترمه. انت امسك الحاجه، شوف الملمس بتاعها، شوف الخامه من جوه، شوف الخامه من بره. اهم حاجه عندي منين، المكان فين، المصنع فين او المستورد فين، او الحاجه دي جايه منين. الهويه بتاعه الطقم او بتاعه اي حاجه تشتريها دي اهم حاجه. تمام؟ عندنا حاجه ثالثه بقى هنوريها لحضرتك. ده طقم حلل تيتانيوم. طقم حلل تيتانيوم. ايه ده؟ يعني ايه تيتانيوم؟ عندك جرانيت؟ عندي جرانيت. عندي سيراميك؟ عندي سيراميك. عندك تيتانيوم. التيتانيوم ده انا بالنسبه لي برجحه افضل من التيفال 100 مره في الاستخدام. هتدفع نفس الكلام 3 4000 جنيه في التيفال، 5 6. لا انا بقول لك هتدفع نفس المبلغ بس تاخد الخامه التيتانيوم. هي الخامه دي. اليد مش فارقه معايا، كده كده دوت في اليد منه في نفس الكلام. مش اليد المنفصله، موجود برضو بجميع انواعه. مش هقول لك ما عنديش اي، انا مش بتكلم في يد، مش بتكلم في خامه.
في اي حاجه، انا بتكلم في الخامه ازاي اعرف اشتريها. ده تيتانيوم اعرف اشتريه، اشتريه. طب ايه الفرق ما بينه وبين التيفال؟ ده عمره اطول، ده عمره اطول. طب استخدم الحاجه دي ازاي؟ اول حاجه هنقول بسم الله. اشتريت انا الطقم من المحل سيان، اول حاجه اعمله ايه؟ اروح اشوفه؟ لا. طب ميه عليه؟ لا، ده عليه تراب، سي بي. طب هعمل ايه؟ هجيب منديل فيه زيت واروح مسح الحلل دي واركنها كلها على جنب. حضرتك هتستخدمي دي بكره؟ اغسليها، بس المهم يعدي عليها 8 ساعات. طب احطها على النار؟ لا، ما تحطهاش على النار. طب تاني حاجه، العاده بتاعتنا القديمه اللي احنا كنا بنعمل ايه؟ بنقول لك نحط الحله على النار لغايه ما تنشف. كنا شطفنا الحله وغسلناها، نقول نحطها على النار لغايه ما تنشف. الالمونيا حصل له ايه؟ اتخرب. طب الاستانلس اصفر. طب الجرانيت للاسف هيتدمر في خلال اقل من شهر. طب الحل؟ احط الحله على النار، جواها زيت، جواها سمنه، جواها اللي هتعمليه الاول، بعد كده احطها على البوتاجاز. احنا قلنا اول حاجه ما يتحطش على النار فاضي، ما يتغسلش وهو سخن. يعني الحله دي حطينا فيها الاكل، والاكل لا قدر الله اتحرق. كل البنات اللي بتتجوز جديد بتعمل كده. هنعمل ايه؟ نخلي الحله لغايه ما تبرد خالص. بعد كده انا فيها حبه ميه بايدينا كده، هنلاقي كل حاجه طلعت. طب لو درجنا على الحنفيه وفتحنا الحنفيه وهي سخنه، تمام، حلو قوي، بس مش هتقعد معاكي شهر كمان، مش هتقعد معاكي اسبوعين ثلاثه، مش هتكمل. ده قشرت وبقعت وعملت. مع حضرتك اللي عملتي كده، هو العيب مش من الخامه، العيب من الاستخدام اللي احنا عملناه. وكل اللي عايزينه سيب الحله تبرد، وبعد كده اللي حضرتك عايزه تعمليه اعمليه. هتحطي بس حبه ميه لمده نص ساعه انعين فيه، هتلاقي الخامه الطبيخ طلع، او اي حرق او اي مشاكل طلعت من الحله. هنوريكم طقم التوزيع. ده بقى طقم التوزيع اللي انا بنصح بيه. الخامه دي السيليكون ده اللي انا بنصح بيه. في انواع كتيره موجوده تانية، انا ماليش دعوه بسعره ايه، انا ليا دعوه الخامه. لما امسك الحله زي كده واقعد كده اجرح فيها زي ما انا عايز واعمل فيها، مفيش اي حاجه بتحصل، مفيش اي مشكله عندي. ده سيليكون، هو ده الطقم الصح اللي انا اقدر استخدمه. ده الطقم اللي هيعيش معايا كله قطعه واحده، ونظافته سهل جدا، وغير كده هيحافظ لي على الحله بتاعتي. طبعا ما اجيبش سلك معين واستخدمه، ما اجيبش اي حاجه احتشنا واستخدم الكلام ده كله. الكلام ده انا بنصح بيه في ايه بقى؟ جرانيت زي ما قلت لحضراتكم، والتيتانيوم. للاسف خامه التيفال، تمام، انا مش بنصح بيها. خامه السيراميك انا مش بنصح بيها. نفس الكلام احنا لو عندنا طقم حلل الستانلس عايزينه يعيش معانا، الدنيا سهله خالص. هنجيب ملح ليمون، اول ما نشتري الطقم 5 جنيه من عند العطار ولا ب 10 جنيه، ندلقهم فيها ونملى الحله 3/4 ميه ونخليها تغلي. اتفرجوا على الحله دي لما تبقى نقيه للستانلس تبقى شكلها ايه. تمام، شكرا. كل سنه وحضراتكم طيبين، رمضان كريم، وكل عيد وكل طيبه وبخير. كل سنه وانتم طيبين.